وجود ام بدر هذه اللحظات الحمد لله وصافي عن الشيطان شرحت لي شنو رايك في هذه الاحكام؟ الحمد لله حيدوا غير الميكروات وغنى عندك يا رب. انا الحمد لله كتبان لي الاحكام كانت زعما كانت منطقيه. الحمد لله خدينا الحق، والفضل كيرجع لكاع المغاربه اللي وقفوا معنا، والفضل كيرجع للوالدين ديالي حيت زعما رغم الظروف وكانت الجنازه وكانوا ضعف ولدهم، ومنهم زعما انا للاخت ديالو بقينا واقفين تحت الحقيقه ما ضاع حق وراءه طالب. الحمد لله انا كان هذا زعما خص يكون درس لاي واحد ضاع في حقه يبقى تابعو حتى الاخر المطاف، حيت هذه البلاد راه فيها قانون. الحمد لله الاحكام انا بالنسبه لي كانت احكام منطقيه الحمد لله والشكر لله. كنشكر المغاربه كاملين كيف ما قلت، كنشكر الاعلام اللي كان واقف معنا من النهار الاول، وكنشكر المحكمه الموقره حيت كانت عادله وشكرا لكم. الحمد لله انا كنت واثقه ان الحكم غادي يكون زعما منطقي. الحمد لله مي هذا شويه كيخفف علينا شويه داك الحرقه ديال بدر خويا، وكان زعما كنطلب منكم تدعوا معاه ودعوا سلطه مع الوالدين ديالي الله يسلمك. شكرا لكم. الحمد لله الله سبحانه وتعالى الحمد ربي ربي معايا ما ضيعش لي دعائي. الحمد لله يا ربي حمدتك وشكرتك يا ربي. انا من الحميدين الشاكرين ديالك يا ربي، ما حمدك وشكرك. كنشكرو بزاف الكلمات اللي قال في حق ولدي، كنشكرو بزاف ديال الحوايج خدا ليا بتأري، خدا ليا داكشي اللي كنت بغيت وصلت ليه. كنشكرهم من هذا المنظر بزاف 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 بزاف. الله اللي غيخلصهم يا ربي، الله اللي غيخلصهم كاملين. كاع اللي قال في حق ولدي كلمه زوينه الله يخلصو هادشي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انا ما كذبت عليكم، شفت الحكم البارح. إذا مشاهدينا الكرام، وأخيرا النطق بالحكم في قضية الشهيد الدكتور بدر اللي تحكم المتهم الرئيسي بالإعدام. شكرا للعدالة المغربية، شكرا جزيلا، شكرا للعدالة المغربية. إذا أحكام تتراوح ما بين الإعدام والمؤبد و20 سنة، والضغط كنبلغهم 5 سنوات. أنت انتظار أننا ناخذوا بس كتبت ناس أنا كنت فايقة ولكن الحمد لله الحمد لله الحمد لله. خلاص كنشكرهم بزاف، كنشكرهم بزاف. ومثلا ترتاحيتي بعد الحكم هذا؟ الحمد لله انا مرتاحه ما نكذبش، مرتاحين الحمد لله. نصفنا العداله نصفاتنا، والهيئه راه كانت في المستوى اللي كنا عهدونا بها، واخا الناس كانوا تيقولوا لنا، ولكن الحمد لله اليوم راه بينوا بانهم في المستوى، انه هذيك التلاعبات وتلعب بالالفاظ والجرجر والتكرار وجبد تيجي فلان ولا غادي نجبدهم على 7 صورات وقول لي جبدنا دابا شكون من غيتجبد. الرساله ديالك الاصدقاء ديال بدر اللي كانوا مطيرين في المحاكمه؟ الاصدقاء ديال بدر راه ديما تيساندونا ديما معنا، هما راه في محنه مساكن الله يدير، راه خليهم المدرسه ديالهم. راه حاجه وحده راك تعرفوا، راه ملي تكون جلسه هنا راه المدرسه الافستر كلها تكون موقفه. الحمد لله على ان الناس لقيناهم بلا الاصدقاء ديالو، الناس يساندونا خارجها في الشارع في الزنقه. وتنشكر كاع الشعب المغربي، وتشكركم انتم كاملين، الله يجازيكم بخير. انتم راك ضيعتوا معنا وقتكم وجريتوا معنا وقفتوا معنا في الاول، من النهار الاول انتم واقفين معنا، راه الله غادي يخلصكم. الحمد لله على كل حال، الحمد لله بعد ملي تنصفنا، هذا من فضل ربي،
هذا من فضل ربي. عقوبة الإعدام. لا الإعدام لا، اللي مهم عندنا دوك جوج هذاك الإعدام والمؤبد، هذوك هما اللي بغيناهم، هذاك راه حنا خدناه، ماشي الاخر حنا ما واخا ضرب ولا هذاك ما ولكن هذوك الجوج اللي تيدعيو بانه ما كاينش حتى حاجه اللي وصلتو المتهم الرئيس اللي تيقول لك انه هو ما ربما تيبان ليه هو انه كما قال لي هذاك الا كان هو تيحسب راسو انه راه هو رب السلطان في هذه البلاد. المهم تحضر ويكون عبره اللي ما يعتبر، غيكون عبره لوحده اخرين. الناس اللي حيت عندنا بزاف ديال الناس ديال ولاد الجوج وغادي ياخذوا عبره. حنا ما نقولش قدمت ولدي ضحيه، ولكن الاجل ديالو هكا، ولكن حنا ما بغيناش تعاود واحد اخر، ما بغيناش تعاود واحد اخر، لانه هذاك السيد راه خاصنا ابار، حنا خاصين عليه، حنا دم جوفنا، راه حتى الدوله خاسره عليه فلوس. مصطفى على برا كاين ولد فشوش، ولكن داخل المحكمه ما كاينش ولد فشوش. واش نقول لك اخي، نقول لك اخي، راه ولاد الزوج راه عطاهم، ولكن ملي غادي يسمعوا بحال هاد المسائل هذا راه تنظن بان غادي يعرفوا ان راه داك المغرب ديال القديم راه ما بقاش.